تحت الأرض، لن نترك ديارنا، فقد عشنا هنا على مدى أجيال وهذه المنازل منازلنا. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس بدأوا في الارتحال. إنهم يرون في شوارع كشغر وهم ينقلون جميع أمتعتهم. يبث برنامج دعائي كل ليلة من التلفزيون المحلي، وهو ينوه بمزايا الانتقال من المدينة القديمة إلى عمارات سكنية جديدة. ويشاهد إيغوريون مبتسمون وهم يومئون بأيديهم ويحتفلون بهذا التغيير الكبير. وتظهر في الخرائط رسومات للمباني الجديدة التي ستحل محل القديمة. في ضواحي المدينة يجري إنشاء عمارات سكنية متشابهة لإيواء سكان المدينة القديمة. ويجد بعضهم هنا صعوبة في التأقلم. كانت حياتنا في مدينة كشغر هانئة، نتبادل التهاني مع جيراننا ونشيع جنازات ذوينا معا ونبارك لبعضنا البعض في الأفراح. أما هنا فلا يعرف بعضنا بعضا. الجبس أخذ يتفتق من تحت الدهان، فمن الواضح أن هذه المباني ليست بالجودة التي يفترض أن تكون عليها. يبدو هذا أشبه بخرسانة عادية. إذا أمعنا النظر نلاحظ أنها جوفاء، وما سيكون عليه هذا المكان بعد بضع سنوات. الجديد بقدر ما تتعلق بفقدان القديم، وهذا هو ما يقلق الناس. أعشق منزلي القديم، فهذا المكان يشبه معبدا في السماء. لم نكن نريد الانتقال. يعزى هذا من ناحية إلى أن البلدية لم تقرر مصيرها بعد. أما الحكومة فتقول إن المنازل التي تجتاز فحص الزلزال ستبقى، وستجدد المنازل التي تحتاج إلى إصلاح كي تصمد تحت وطأة الزلازل. وأما ما تبقى فسيهدم ويعاد بناؤه على الطراز التقليدي. يقول نائب رئيس البلدية إن مجموعات كاملة من السكان ستعود معا إلى بعض المناطق بعد إعادة إعمارها. إذا سألتني عن نسبة أو عدد من سيرجعون، فإن خططنا الحالية التي ننفذها منطقة لم تستكمل بعد. أما إذا رغب السكان فسننتقل إلى المرحلة التالية وننجز هذه المهمة معا. أما الحكومة فتعرف دورها، وهو إقناع السكان بأن مدينتهم سيعاد بناؤها على الطراز التقليدي. معظم من يأتون إلى كشغر هم سياح صينيون، والحكومة بهدمها أجزاء كبيرة من المدينة القديمة قد تقضي على أهم الأسباب لزيارة المدينة. وتقول الحكومة أن الحفاظ على قطاع السياحة ليس سببا وجيها لإبقاء السكان في منازل آيلة للسقوط. إذا كنت تسكن في منزل تاريخي لكنه خطر ويفتقر إلى المرافق الحياتية المناسبة، فلا يمكن للسياح حتى أن يمكثوا هنا ليلة واحدة، أليس كذلك؟ إذن لماذا يسكن مواطنون في منازل كهذه من أجل السياح؟ أنماط العمل القديمة في كشغر قد تبدو مدهشة، لكن السلطات تقول إن مشكلة التهوية تشكل خطرا على صحة العاملين. إننا نحب المكان القديم فعلا، لكن الحق هو أنه محفوف بالخطر، ولا بد للحكومة من أن تعيد بناءه.
يشعر كثير من الإيغور بقلق على مستقبلهم، فمصدر رزق أرباب الحرف يتوقف على مكان عملهم في المدينة القديمة، ولم يذهب أحد إلى عمارة سكنية جديدة كي يشتري المشغولات الإيغورية التقليدية. أصبحت مناطق في كشغر تشبه غيرها من مدن الصين في الأقاليم، فالساحة الرئيسية مليئة بالتصاميم الخانية، ويتندر السكان بالقول إن تمثال الزعيم السابق ماو سي تونغ قد أدار ظهره للمدينة القديمة وأخذ ينظر مستقبلا مختلفا. لكن القادة الحاليين يقولون إن كل شيء هنا سيكون على ما يرام. إذا عدت بعد 5 سنوات إلى حي القصبة في كشغر فستجد أننا حافظنا على طابعه الخاص، وسيكون لكل أسرة عمل، وسيسكن الجميع في منازل مقاومة للزلازل، وستكون المرافق الأساسية قد استكملت، وستكون حياة الناس قد تحسنت بدرجة كبيرة. لا يعرف عامة الناس هنا ما الذي سيحدث لمدينتهم القديمة. إنهم لا يثقون في الحكومة عادة، وهم يشعرون حاليا بألم التغييرات الهائلة، حتى وإن نفذت هذه التغييرات بأحسن النوايا. وأقصى ما يمكن أن يفعله الإيغور في كشغر هو أن يدعو كي تكون النتيجة حسنة نسبيا. ستشاطرهم السلطات هذا الأمل، وإذا سارت الأمور على ما يرام فقد تضفي شيئا من حسن النية على علاقة متوترة. أما إذا جرت الرياح بما لا تشتهي السفن فقد يجد الإيغور مبررا آخر للسعي إلى رفع الاحتلال الصيني عن وطنهم. الجرافات الصينية تهدم ما تبقى من معالم المدينة القديمة، وتهدم معها الثقة الهشة والمنعدمة في غالب الأحيان بين السكان الإيغور والسلطات الصينية. وبهذا التقرير من مدينة كاشغر الصينية نأتي وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة. تحية طيبة مني ومن فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.